لما اكون قاعده مع نفسي كده وعماله افكر، وافتكرت امي الله يرحمها وهي بتقولي هعملك النهارده لكن اكله جميله قوي، هعملك صينيه فراخ بطريقه حلوه جدا. فحبيت ان انا اقول لكم الطريقه النهارده بطريقه امي، ربنا يرحمها يا رب. ويا ريت تدعوا لها بالرحمه وتشيروا الفيديو ده وتعملوا لايك وشير للفيديو. دلوقتي بتجيبي الفراخ وبعدين بتغسليها كويس، وطبعا علشان خاطر الزفارة وتطلعي الزفارة منها، اسهل حاجة تطلعي زفارة الفراخ ان انت تجيبي شوية طحينة صغيرين وتبتدي تدعكيهم بيها بالشكل اللي انت شايفاه ده. ادعكيها كويس جدا، صدقيني دي هتفرق، ودي تكاية مهمة جدا ان انت تعملي الفراخ وتكون مش زفرة نهائي، هتعجبك جدا. وبدعكها كويس بالشكل اللي انت شايفاه كده، وبعد كده تبتدي ان انت ترجعي تغسليها كده. انا زي ما انتم شايفين كده انا دعكتها كويس جدا وبغسلها. ولو عايزه تحطي شويه ملح برضو بتحطي شويه ملح عليها، وعصره ليمون حسب محبه، بس الطحينه كافيه ان فعلا تطلع الزفاره من الفراخ. كده انا رجعت غسلتها تاني، وهنبتدي بقى نجهز معانا لاجمل صينيه فراخ باحلى تتبيله فعلا هتعجبك جدا. كده انا قطعه كام بصلايه مكعبات، وقرنين فلفل بالشكل ده، فلفل حراق، وطبعا طماطم مكعبات، والتوابل بتاعتنا الملح والكمون وشويه كزبره ناشفه. وكده التتبيله بتاعتنا هتكون جاهزه ان احنا نعملها. وتجيبي الكبه اللي عندك وتبتدي تضربي المكونات دي كلها فيها. التتبيلة دي فظيعة يا جماعة، هتخلي الفراخ في حتة تانية خالص. كده انا ببتدي ان انا اضربهم كويس جدا لغاية لما البصل يتفرم بالشكل ده. وهنبتدي بقى نعمل مع بعض الفراخ. طبعا انا مقطعة الفراخ وقطعتها قطع مش كبيرة قوي، وسط بالشكل ده. وهتحطي في الارضية بتاعت الصينية بتاعتك شوية من التتبيلة دي. متنسوش يا جماعة لايك وشير للفيديو عشان تشجعوني دايما ان انا اعمل لكم فيديوهات. الاكلة دي فعلا اكلة الزمن الجميل، كانت ماما الله يرحمها كانت تملي تعملها لنا، وكانت بتبقى بجد فظيعة وهتعجبكم جدا. كده انا مقطعه الفراخ خلاص جاهزه معانا، وحطيت في الارضيه التتبيله دي، وبرده من نفس التتبيله هتحطيها من فوق. وطبعا تسيبيها شويه في التلاجة. وكده كده اصلا الجو شتا، حتى لو حطيتيها بره التلاجة في الجو ده ممكن تسيبيها قد ساعة او ساعتين. طبعا كل لما بتسيبيها اكتر بتكون افضل، علشان خاطر كله يتشرب من بعضه ويبقى طعمها بجد هتعجبك جدا. واللي بيعملها او عملها بالطريقة دي قبل كده ياريت يقول لنا. وهنا التكاية انك بتحطي على الوش معلقة زبدة فلاحي او معلقة سمنة المتوفر عندك، انتوا اللي تحكموا على شكلها. لما خرجت من الفرن بصوا عاملة ازاي، كانت تحفة يا جماعة، وكانت جوسي، وكانت بجد وهم اكلة هتعجبك. متشكرة جدا ليكم متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.